فغادي نبداو على بركه الله في المكونات وطريقه التحضير في نفس الوقت. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي نوضع فيه 2 بيضات الحجم ديالهم كبير ولا متوسط. انا هنايا عندي البيض الحجم ديالو صغير، لذا غادي نستعمل 3 البيضات اللي الحجم ديالهم صغير. الا كانوا كبارين ولا متوسطين يعني غادي نديرو غير 2 البيضات اللي الحجم ديالهم متوسط ولا كبير بدرجه حراره المطبخ. غادي نوضعهم في الاناء وغادي نضيف عليهم واحد القبصه ديال الملح. كنضيف سكر سنيده، عندي كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده ولا سكر حبيبات. غنضيف الكاس الاولاني ومن بعد نضيف الكاس الثاني، وغادي نبدا كنضرب بالباطوغ ولا بالضراب الكهربائي. انا بالنسبه ليا يعني غادي نضرب بالضراب الكهربائي، نتوما يعني تقدروا تضربوه غير بالضراب اليدوي ولا بالباطوغ ديال اليد فقط. فغادي نخلط المكونات مزيان ومن بعد غادي نضيف الزيت. هنا غادي نضيف الكاس الاولاني ما عامرش بزاف، كاس اللارب، وغادي نضيف الكاس الثاني ونبدا كندمج المكونات. كي قلت يعني تقدروا تخلطوها غير بيديكم فقط بالضراب اليدوي. غادي نضيف 2 ساشيات ديال سكر منسم بالفانيلا ولا سكر فانيلا. كنخلط ونضيف الحليب. هنا غادي نضيف الكاس الاولاني ديال الحليب والكاس الثاني يعني غادي ندير 2 كيسان ديال الحليب. كندمج الحليب مع المكونات ومن بعد غادي نبدا كنضيف الدقيق. هنا الكاس الاولاني ديال العنبه ديال الدقيق، وهذا ضفت الكاس الثاني كنغرب لهم بطبيعه الحال. وغادي نضيف 3 ديال الساشيات ديال خميره كيماويه، كل وحده فيها 7.5 غرام. كنغرب لهم حتى الخميره كيماويه كنغرب لها. ها نتوما كتشوفوا يعني حتى الخميره كتبقى فيها دوك الحبيبات. غادي نخلط الدقيق مع المكونات الاخرى غير بالضراب اليدوي، وهنا غادي نضيف الكاس الثالث وانا كنغربل. فغادي نستمر بهذه الطريقه هذه، يعني كل مره كنضيف كاس ديال الدقيق وانا كنشوف الكثافه ديال العجينه. خصنا نحصلوا على واحد العجينه اللي تكون ثقيله شويه على الخليط ديال الكيك. فهانتوما كتشوفوا الشكل ديالها والملمس ديالها كي كتكون. فمن بعد ما كنوضع هاد الخطوط ولا كندير شكل ديال 8 كيبقى باين من الفوق وكيبقى معزول، يعني ما كيهبطش داك الخط. فبالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي دخلتها، دخلت 5 ديال الكيسان ديال الدقيق ديال الفورس بالكاس ديال العنبه، ما يعادل تقريبا واحد 500 غرام. المهم الكميه ديال الدقيق كتبقى كل وحده والنوعيه ديال الدقيق واش كتشرب ولا لا. انا دخلت لي العجينه 5 ديال الكيسان بكاس ديال العنبه. فكنستمر بهذه الطريقه هذه، كنخلط العجينه ومن بعد غادي نقسمها على 3 ديال الاجزاء اللي تكون متساويه. هنايا وليت يعني درت العجينه في اناء اللي نقدر نخلطو فيه. هنا واحد الجزء غادي نضيف له قشور ديال الحامض محكوك. كنضيف واحد الكميه اللي مزيانه، تقريبا واحد 2 معالق صغارين ديال قشور الحامض محكوكين، وكنخلط العجينه مزيان حتى كيدخل فيها القشور ديال الحامض. وهذا الجزء الثاني غادي نضيف له الكاكاو المر. هنا كنضيف معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو المر، وكنضيف له واحد المعلقه كبيره ديال الحليب، ونبدا كنخلط مزيان العجينه حتى كيندمج لي الكاكاو مع العجين. فهذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما دخلت فيها الكاكاو ولا من بعد ما خلطت معها الكاكاو مزيان. كي قلت العجينه كتبقى قاصحه شويه. وبالنسبه للكميه ديال الكاكاو يعني تقدروا ديروا حتى 2 معالق ديال الكاكاو المر. غادي نحط العجينه جانبا وغادي ندوز باش نحضر لي مول ديال لي كاب كيك ولا المادلين. غادي ناخذ هنايا انا هاد المول فيه عندي 12 حبه، كنوضع فيه الكواغط ديال المادلين وكنضبلهم كنضبلهم على 2 وغادي نحطهم جانبا. وهنا غادي ناخذ بالنسبه للتزيين غادي نحتاج واحد الكميه ديال اللوز ايفيلي ولا ديال الكاوكاو ايفيلي، وغادي نحتاج واحد الكميه ديال السكر سنيده ولا سكر حبيبات، وغناخذ واحد العلبه ديال دانيت كراميل. بالنسبه ليا انا غادي تعطيني غير لوغو ولا النكهه ديال الكراميل. الا بغيتو الكراميل يجي باين في الوسط ديال لي مادلين كتجي ديك الطبقه معلكه ديال الكراميل، كنضيفوا شي صلصه الكراميل اللي تكون قاصحه
ولا غادي نضيفوا الحليب مركز محلى كراميل، وغادي نحتاج واحد الكميه ديال حبيبات الشوكولا، وكنحتاج كونفيتور ديال الفريز اللي كيكون قاصح شويه. فغادي نبدا على بركه الله. كنعمر لي مادلين. غادي نعمر الصف الاولاني بالنكهه اولا بالعجينه اللي منكهه بالفاني اولا منكهه بالقشور ديال الحامض، وغادي نضيف العجينه الثانيه اللي بالفاني، يعني التعميره ديال لي مادلين يعني كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا يعني درت كل صف بنكهه، تقدروا يعني ديروا الصينيه ديالكم كلها تعمروها بنكهه الاخرى ومن بعد تكملوا هكذا تنكملوا النكهات بثلاثه. هنا غادي نضيف الصف الثالث غندير فيه النكهه ديال الشوكولاته. وبالنسبه للتزيين غادي ناخذ هذا الصف الثاني اللي بالنكهه ديال الفاني، غادي نوضع فيه واحد الكميه، واحد المعلقه صغيره مع عمراش ديال مربى ديال الفريز، غادي نوضعها في الوسط، وغادي نضيف عليها واحد الطريفات ديال الفرomboise. فهاد الفرomboise يعني اضافه تقدروا تستغناو عليها، ديروا غير الكونفيتور بوحديتو، وتقدروا تضيفوا واحد الطريفات ديال الفريز الا كان متواجد. ولا قلت يعني كي قلت نقدروا نستغناو على الفرomboise ونضيفوا غير الكونفيتور ديال الفريز. وغادي نغطي بالعجينه، كنضيف واحد الكميه ديال العجينه قليله وكنغطي الكونفيتور ونغطي الفرomboise مزيان. فبالنسبه للمادلين بالنكهه ديال الشوكولاته غادي نضيف عليهم واحد الكميه ديال الكراميل ولا صلصه الكراميل، كنوضعهم في الوسط وغادي نغطي بالعجينه. كنضيف واحد المعلقه ما كاملاش ديال العجينه، غير واحد الكميه قليله ديال العجين. وبالنسبه للصف الثالث غادي نضيف حتى هو فيه الكونفيتور ديال الفريز، واحد الطريفات ديال الفرomboise، وغادي نغطي واحد الكميه قليله ديال العجينه باش كنغطيو بها الحشوه. يعني الطريقه راها موضحه في الفيديو. فكنغطي بالعجينه الحشوات كلهم. فبالنسبه للمادلين اللي بالحشوه ديال الفريز غادي نزينهم باللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي. وبالنسبه اللي بالنكهه ديال الحامض غادي نوضع واحد الكميه ديال سكر سنيده، يعني كنوضع واحد الكميه اللي مزيانه على الوجه ديال سكر سنيده. واللي بالشوكولا غادي نزينهم بحبيبات الشوكولا، تقدروا تضيفوا تطريفات ديال الشوكولا وتقطعوها ونزينوا بها الوجه ديال لي مادلين بالشكلاط. فغادي ندخل هاد اللاطه ديالي، يعني الكميه الاولى غادي ندخلها للفران. انا عندي الفرن ديال الغاز كي كنقول دائما كنشعلو من قبل، كنسخنو من بعد كنقصلو. كنشعل العافيه غير من التحت حتى كنشوف لي مادلين يعني تنفخوا وتحمروا، كيتحمروا من الجنيبات وكيتنفخوا. من بعد نشعل لهم العافيه على الوجه ديالهم، كنحمر لهم الوجه ديالهم وكنخرجوهم ونخليوهم كيبردوا عاد باش كنقدموهم. فهذا هو الشكل ديال الكميه الاولى من بعد ما خرجتها من الفران. فشوفوا يعني هذه اللي بالحشوه ديال الفريز والفرomboise كيجيو روعه، كتجي الحشوه باينه وديك القرمشه ديال اللوز. صراحه واحد المزيج اللي رائع وكيجيو رطبين وفتيين. فكنصحكم بانكم تجربوهم. فغادي نحيد هاد الكميه ديال لي مادلين نحطها جانبا تبرد، وندوز باش نكمل الكميه الاخرى ديال العجين اللي بقات لي حتى هي غادي نعمرها بنفس الشكل كي درت في الكميه الاولى. يعني غادي نكمل العجينه اللي عندي نعمر بها المول ديال لي كاب كيك. انا غادي يعني هاد اللاطه هادي غادي نقسمها على جوج، ندير جوج صفوف بالنكهه ديال الشوكولاته والباقي غادي نديرو بالنكهه ديال الفريز وبنكهه الحامض. فبالنسبه كاقتراح اخر للتزيين ديال لي مادلين بالشوكولا غادي نزينهم بالطريفات ديال الكركاع من الجنيبات. غادي ندير واحد 3 طريفات ديال الكركاع في الجناب، وفي الوسط غادي نضيف فيه حبيبات ديال الشوكولا ولا طريفات ديال الشكلاط. فهذا كاقتراح اخر اللي كنزينوا به لي مادلين الشكلاط. وهادو اللي بالحشوه ديال الكونفيتور غادي نزينهم برقائق اللوز ولا باللوز كونكاسي ولا باللوز ايفيلي، يعني باش ما بغينا التزيين. والاخرين ديال الحامض غنزينهم بسكر سنيده، يعني هادو الحامض كنصحكم انكم تزينوهم بسكر سنيده كيجيو بحال المذاق ديال المادلين الاسباني. فغادي نكمل بهذه الطريقه هذه
وندخلهم حتى هما للفران نطيبوهم بنفس الشكل. فهذا هو الشكل ديال المادلين بعد ما خرجتهم من الفران. فانتم كتشوفوا يعني الحجم ديالهم ديال الصينيه ديالي الحجم ديال لي مادلين كبارين شويه، كنحصلوا على واحد الكميه اللي كبيره. هادو اللي بالنكهه ديال الحامض وزينتهم بسنيده، وهادو بالنكهه ديال الشوكولا. فشوفوا كي كيجيو معلكين وكيجيو رطب. كنتمنى انه هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوهم.